بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أعزائي المشاهدين. فكرة اليوم جبت لكم فكرة رائعة. هو هذا الصندوق أنا كان عندي، هو كان متوفر في الأسواق بألوان مختلفة، في الأزرق، في الأبيض، في الوردي، وأنا ديك الساعة شريته ودهنته بدهان الذهبي. كان عجبني هكذا، ما حبيتش نزيد بصح كانوا الزبائن ديالي يطلبوا لي حل الشكل، خدمته وعجبهم بزاف، وحبيت باش تشوفوا معي الطريقة وهي تغليف بالكانيش. نبداو نغلفوا على بركة الله. نجيبوا قطعة باش نقدم لنا اللحمة، ونجيب هاد القطعة باش دوك نبلع منها. نوريكم الطريقة. دائما الكانيش يكون هاود للتحت. نوريكم كيفاش نلصقوا هادو، ساهلين هكذا. لصقوا الجناب في الاول، لصقوا الجناب. هاني غلفتهم لداخل باش يجينا ساهل، ونمشي نغلفوا من برا فقط. كي نغلفوا الجهتين منا ونهي، هاد الجهه وهاد الجهه، يجينا ساهل. نكمل التغليف ونعاود نرجع لكم. غلفنا الغطاء، زيدوا نتبعوا الاماكن اللي ما وصلش الغراء ونكملوا. هذه قطعه واحده، هذه قطعه هنا وهذا منا، وكملنا هذا. بقتنا الجهه السفليه. انا كنت هذا دهنته بالدهان الذهبي، جا رائع، ما نطلش نخسرو، وباش ما يجيني العمل ديالي متقن ومليح. نغلف غير هاد الجهه منا، الجهه الفوقيه، نعملوا هاد السبته هكذا. وهذا هنا الأقدام نتاعو. نزيدو نكملو العمل تاعنا. طريقة سهلة جد ممتعة. أنا نحب جدا الكانيش، أجل سهل العمل، بصح اللي يعرف له. متنسوش أعزائي المشاهدين باش تشتركوا في القناة. نطلب منكم باش تعاونوني باش يوصلكم كل جديد. هاني ماشي نكملو. هانا كامل غلفناه وكملنا، وجا العمل ديالنا مليح ومتقن. هذه كانت قطعه وغلفناها مع الجناب منا ومنا، وهذه سبته قطعه طويله وغلفناها، جاتنا سهله العمليه بطريقه. نفوتوا للتزيين. التزيين ديالنا غادي نديروا واحد القطعه هكذا، وحده هاك، باش يجي الشكل ديالنا متناسق وجميل. بسم الله. بالكتشيت مع القطعة نشيلها.
الاخير حبيت نزينو، درت له انو هذا البابيون وفيها فصة، وهو العمل ديالنا جاهز، نقي ونضيف. تحب هدية، تحب هذا ما ندوش هدية، نخليه لروحي، جاني جميل باش نحط فيه اغراضي في الخزانة. نلقى المفاتيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.